وبما انه لسه في جزء تاني للقايمة دي، نروح على طول على المركز الاول لأقوى فيلم خيال علمي مظلوم على الإطلاق، سانشاين. الفيلم البريطاني اللي عرض في 2007 وعمل إيرادات عدت ال 32 مليون دولار، بينما ميزانيته 40 مليون، يعني خسر قرب 8 مليون، وده دليل على فشل الفيلم. بس ده متناقض مع تقييمات المواقع العالمية والنقاد، بحيث ان في ناس كتيرة مصنفاه ضمن اقوى 5 افلام خيال علمي فضائية على الاطلاق. ده غير تقييمات المواقع العالمية زي راتن توميتو واي ام دي بي تعدي 70%. ده غير انك هتلاقي الفيلم في اي قائمة بتتكلم عن افلام الخيال العلمي. ده غير بان الفيلم مليان نجوم من العيار التقيل، كيليان مورفي وميشيل يو وكريس ايفنز والياباني هيرويوكي سانادا والنيوزيلندي كليف كيرتس اللي ده تالت فيلم له في القائمة. ده غير مارك سترونج وروز بيرن وغيرهم الكتير من النجوم. فغريب فيلم زي ده بتعدد النجوم اللي فيه وفكرته القوية جدا انه يفشل. والتنوع الرهيب في جنسيات الممثلين ده هو بان في فريق دولي كده هينطلق في رحلة للشمس علشان يصحصحها تاني بعد ما بدأت تخمل او تنام، بانهم يضربوها بقنبلة نووية. والله زي ما سمعتوا كده، الشمس هتخمل في 2057 وهيحتاجوا يصحوها بنووي. ممكن تستغرب اللي سمعته، او اكيد مش ممكن، بس دي فكرة الفيلم اللي احداثه في المستقبل البعيد، وكمان مستند على نظريات علمية ما طبقتش الى اليوم. ده غير انه تم الاستعانة بوكالة ناسا في بعض تفاصيل الفيلم. يعني فيلم متعوب عليه، مش اي كلام وخلاص، وواقعي في معظم احداثه، وهتعيش كل لحظة توتر مع الفريق ده كل ما بيقربوا من الشمس. وفي اواخر الفيلم هيقلب رعب تماما، وهيبقى شغل الشاغل للفريق انهم يرجعوا للارض احياء وخلاص. نفسي افهم ازاي فيلم زي كده فشل، ناقصه ايه ده عشان ينجح؟